السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مروة مصطفى. هنعمل النهاردة مع بعض طبق المسقعة زي ما بيسموه معشوقة الجماهير. أكلة بتتاكل على الفطار والغدا والعشاء. هنعملها النهاردة على طريقة أمهاتنا، مفيش أطعم من كده. أنا عارفة اللي في ناس كتير مش بتحب تعملها عشان خاطر ايه؟ البتنجان بيشرب زيت. هقول لكم تعملوه ازاي من غير ما يشرب زيت. نبدأ مع بعض. طبعا هقول لكم المكونات بتاعة البتنجان وفلفل وقرنين شطة وبطاطس. البطاطس دي أنا قليتها أول حاجة، ومعايا الثوم، ومعايا ضربة طماطم في الخلاط. وكمان بقى يلا بينا نعرف سر النهاردة ايه. السر بتاع النهاردة ازاي البتنجان مش بيشرب الزيت. اول حاجة، اول ما تصحي من النوم وتغسلي وشك تروحي مقطعة البتنجان، وتروحي رش عليه شوية ملح صغيرين مش كتير، وتسيبيه بقى مع بعض. بعد كده هو بينزل المية بتاعته. المية بتاعته دي بقى دوت اللي مش بيخليه يشرب الزيت. تروحي كل ما ينزل الميه تروحي منزل، يعني كبه الميه بتاعته، وتسيبيه لحد ما تيجي تقلي. ونسمي الله ونبدأ بقى. يلا هشيل بس الحاجات ديت. بسم الله. معايا حلة حطيت فيها شوية زيت، راح جايبة التومة. الزيت بس يعني يسخن بس شوية. هروح نازلة بالتومة. التومة أنا بشوحها تشويحتين، يعني مش هديها لون. طبعا عشان احنا هنعمل البتنجان، فطبعا مع كله زيت مفيش سمنه طبعا. التومه يا بايد يعني تدقيه او تعملي في الكبه، بس مش تنعميه قوي يعني. هروح بقى جايبه الصلصه بتاعتي، مش بصفيها، يعني هضربها في الخلاط ومش بصفيها، واروح بقى احطها. بسم الله. واروح مقلبه واسيبها تتسبك مع نفسها، وانا اروح اقلي البتنجان. وقبل ما اغطي عليه احط بقى الملح في شويه ملح، واحط الشطه والكمون، واروح مقلبه، واروح مغطيه عليه. الزيت قدح، هروح نازله بالبتنجان. انا مش بحب الزيت يسخن قوي عشان يعني بيعمل ريحه كده وبيغمق، فانا مش بحب يكون قوي يعني. يا جماعه وانت بتقلي البتنجان طلعيه لونه ذهبي، مش تغمقيه. ونقلب البتنجان. بص لونه عامل ازاي. انا بقى عايزه اللون ده. شفتوا اللون الذهبي عامل ازاي؟ طبعا البتنجان بيتقلي، اروح مقلبه الصلصه، نسيبها عاليه عشان تتسبك معانا، ونقفل عليها ونسيبها بقى مع نفسها.
وكده خلاص قلينا البتنجان وقلينا الفلفل والبطاطس خلاص، والطماطم اتسبكت خلاص كويس. بصوا اهي تمام. واروح بقى جايبه الميه حطها واظبط الملح بتاعها، يعني مش تكون، ما تحطوش ميه كتير قوي يعني. واجيب الملح وكده خلاص حبايب قلبي، ظبطت الملح بتاعي وحطيت الصلصة على البتنجان والبطاطس والفلفل، وولعت عليها هتغلي غلوتين. بعد ما تغلي غلوتين هروح بقى حطوها تحت الشواية. يعني انا شايفها حاجة بسيطة كده مش قوي يعني. وكده خلصنا أكلتنا النهاردة. ولو في يا جماعة شوية صلصة بقى عندك، عادي ممكن تحطيهم في كيسة صغيرة أو في علبة صغيرة وتحطيهم في الفريزر وتستخدميهم لأي حاجة، في أي حاجة يعني عادي. يعني أنا عندي اتبقى شوية هحطهم في كيسة وأحطهم في الفريزر. ولو في حد عنده طريقة جديدة يسيبها لنا في التعليقات وكلنا نستفيد من بعض. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا اعجاب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، ودعوة حلوة منكم. مع السلامة.